السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. أكيد الجميع انتبه إلى جزئية، وهي أنه في كأس العرب هذه صارت كل الأضواء مسلطة على علي بن شيخ. تمام. وإن كان علي بن شيخ في الجزائر لم يفرض نفسه. تمام. ومن الناحية الإعلامية لا توجد فيه أي وسيلة أو أي سبب من أسباب الظهور في الإعلام. تمام. يعني الأسباب التي ترشحه باش يكون محلل في قناة لا يوجد عنده أي عنصر من العناصر، فهنا كان لزاما نسأل لماذا. لا، فوق ذلك صار الخليجيين يمتدحونه، يمتدحون لهجته، وهم المعروفين يعني ما نقولوش باحتقار وإنما بازدراء اللهجة الجزائرية، ويقولون عنا نحن الجزائريين أننا يعني لسنا عرب ولا نتكلم العربية وهذه الأشياء. فكان لزاما نطرح هذا السؤال: لماذا علي بن شيخ؟ تمام أخي الفاضل. فالقصة باختصار أنه لما جاءت التغيير أو ما يسمونه بالربيع العربي، الانطلاقة عارفين كان المفروض تكون من الجزائر، ثم انطلقت من تونس فمصر فسوريا، وكانت الغاية السيطرة على المنطقة عن طريق فصيل أو تيار إسلامي معين. هذا التيار الإسلامي فشل وسقط والجميع يعرف التفاصيل، فجاءت طريقة أخرى للسيطرة على الشعوب. كانت الانطلاقة من وين؟ من مصر. تمام. جاء مستثمر خليجي ما فيش داعي نذكر اسمه، جاء إلى مصر وركز على أكبر نادي اللي هو النادي الأهلي، ودخلوا بالمليارات، كلام حقيقي يعني ليس مجازي. لماذا دخلوا بالمليارات؟ هم تأكدوا أنهم حتى يسيطرون على منطقة، في مناطق حساسة يجب أن تسيطر عليها، منها مصر ومنها الجزائر. فقالوا لك مجرد هم يعرفون أنهم بمجرد أن يسيطروا على مصر قد أنجزوا أكثر من 70% من المهمة، فجاءوا إلى النادي الأهلي، وهذا المستثمر ضخ أموال كبيرة. لماذا؟ لأنهم في مخابرهم لما بدأوا يحللون البيانات وجدوا أن هؤلاء يعني المشجعين الالتراس الأهلاوي كان له دور في الثورة المصرية. تمام. بمعنى أنك إذا استطعت أن تسيطر على جماهير النادي الأهلي راح تستطيع تسيطر على الكتلة العاطفية في الجمهورية. واضح الفكرة. ثم المصريين انتبهوا لهذه الجزئية، وفيه نخب مصرية نبهت لهذه الجزئية، نخب حقيقية ليست نخب الألوان والإعلام. تمام سيدي. فالذي يحصل الآن هو نفسه يتكرر في الجزائر. ركزوا على علي بن شيخ لأنه يتبع لقناة مستفزة حقيقة، أقل ما توصف به أنها قناة مستفزة، وهو في حد ذاته مع كامل احترامنا لشخصه في تصرفاته كان يستفز الجماهير. تمام. ولكنه محسوب على نادي عتيق أو عريق في الجزائر، بمعنى أنه هو الآن لما يكسب علي بن شيخ راح يكسب جماهير ذلك النادي. تمام. فيصير يتحكم في الجماهير عن طريق واسطة اللي هو علي بن شيخ. تمام. وعن طريق تلك الجماهير راح يتحكم لك بالكتلة العاطفية في الدولة الجزائرية. واضح الفكرة كيف؟ هم لما قدموه الآن على شاكلة الخراف التي تسمى للذبح. تمام. لا يحب الجزائر ولا يحب علي بن شيخ ولا يحب اللهجة الجزائرية، إنما يريدون السيطرة أو أدوات ووسائل ونوافذ يدخلون منها إلى الجماهير الجزائرية. رجاء تكون الرسالة وصلت وما يزالش من علي بن شيخ وجمهوره. تمام. نقطة أخرى يعني بالمناسبة، حتى الجمهور المستهدف هو يرى في نفسه استعلاء، يرى في نفسه أنه درجة أولى والشعب الجزائري كله غاشي درجة ثانية. بمعنى لما يسيطر على الجمهور هذا الذي يرى في نفسه درجة أولى راح يسيطر على الكتلة العاطفية في الجزائر. واضح الفكرة كيف؟ رجائي تكون الفكرة وصلت، وأعتذر إن أطلت قليلا عليكم. لكم من جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.